والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواتي الكريمات، إخواني الأفاضل، ضيوفنا الأعزاء، وعلى رأسهم السيد النائب مشكور على حضوره معنا، وكل الضيوف زملائنا في النضال النقابي، شركائنا في النضال، رجال الإعلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أضم صوتي إلى صوت كل مؤمن، كل مسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا على رسول الله. أرواحنا فداك يا رسول الله، أرواحنا فداك يا رسول الله، أرواحنا فداك يا رسول الله. والله خير ما نرد به كنا كاتحاد، كأمة آسفين بمشاركتنا بالتنديد بالإرهاب في عاصمة فرنسا، لكن لم يقبلوا هذه المشاركة للتنديد بالإرهاب، بل أعادوا إخراج هذه الجريدة وهي الأسبوعية في 5 ملايين نسخة في يوم واحد تسب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا نقول؟ ماذا عسانا أن نقول؟ يموت الأبرياء في كل الوطن العربي والإسلامي بالآلاف، لكن هذا التنديد أصبح لما مسهم هذا الإرهاب الذي كما نندد به نندد بالعفس في الحرية. حرية التعبير ليست هي سب الأديان، وليست هي سب الرسل، وليست هي العبث، بل حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين. هكذا هو التعايش الإنساني. جميعنا نرد بالتزامنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنعطي الصورة الحقيقية عن الإسلام، لأنه هو الدين السمح الجامع لكل الأديان، وهو آخر الأنبياء والرسل. وبذلك إن شاء الله نعطي درسا في هذا الجانب. أعود إلى مؤتمرنا هذا. أخواتي إخواني، نلتقي اليوم في الأغواط في هذه الجمعية العامة الانتخابية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مشى شوطا كبيرا في تحقيق مكاسب كثيرة إلى جانب النقابات الفاعلة في قطاع التربية، ونذكر منها على الخصوص قضية المنح والتعويضات التي حرمنا منها من التعويض من الأثر الرجعي في سنة 2009، وكان الفضل يعود لرجال ونساء التربية الذين بفضلهم استفادت كل الوظيفة العمومية بالأثر الرجعي. قطاع التربية عوقب من جراء استرجاع الحق، لكن أعاد الكرة من جديد بفضل نضالكم، أنه استفاد للمرة الثانية وأعاد الحقوق المسلوبة في هذا الملف، ملف الخدمات الاجتماعية، الذي في الحقيقة ما عدنا نتكلم عليه في هذا الشأن، لأن أعدنا الأمانة بنضالكم إلى أصحابها، وكرسنا مبدأ أساسي، وهو مبدأ الانتخاب الحر والشفاف بعد الاستفتاء الذي أجري يوم 7 ديسمبر من سنة 2011. لكن هذه المرحلة تحتاج إلى تقييم من جديد، ولا لا نخشى المحاسبة، لا نخشى المحاسبة في هذه الفترة، بل نحن مع المحاسبة لهذه الفترة، وأن توضع في الميزان، ولا نغطي على من أخطأ في التسيير أو من قام بعمل غير شريف بالنسبة لقطاع التربية. لكن لا بد من العودة إلى السنوات الماضية من 17 سنة، ولا بد أن توضع أيضا في الميزان وتمر على نفس الشيء في المحاسبة. نسمع هذه الأيام ومن وزارة التربية أصوات تنادي بإعادة فتح هذا الملف بداية من الاستفتاء، فلنحذر في هذه النقطة. أرادوا أن يعيدون إلى نقطة الصفر في هذا الملف، لكن سنقول كلمتنا بوضوح. نحن ناضلنا من أجل تحريرها من كل هيمنة نقابية،
واليوم نقيم هذه المرحلة وسنبقى أوفياء لهذا الخط. من جهة نكرس الانتخابات الحرة والشفافة عند الموظفين ليختاروا من شاءوا من نساء ورجال التعليم الأسرة التربوية لتسيير هذه الخدمات، كما أننا لن نتنازل إلا إذا أراد الموظفون ذلك عن التضامن الوطني. نحن ناضلنا من أجل بقاء التضامن الوطني، لكن بالتقييم تتضح الأمور. أرادوا أن يفتحوا هذا الملف من جديد ليضربوا شيئا بدأناه الآن لما رأوه بصورة جادة، ألا وهو التنسيق النقابي، والذي أثمر بعد لقاءات أفضى إلى تكتل ل7 نقابات، وأعلنا عليه يوم الخميس الماضي، وصدر أول بيان بالجمعة، واليوم هو على صفحات الجرائد. نهنئ أنفسنا كقطاع تربية بهذه الخطوة التي نأمل فيها قفزة نوعية بالعمل النقابي الجاد من أجل نضج نقابي، حتى تكون النقابات متكاتفة غير متضادة، تنوع تكاملي لا تنوع خلاف، تنوع تكاملي من أجل تحقيق مكاسب وطموحات رجال التربية. ومما أهدفنا إليه هو عدم استعمال سواء الإدارة أو الوزارة أو شيء آخر لهذه النقابات ضد بعضها البعض، لنري من أنفسنا كنقابات أننا على الأقل في كل الحالات نجتمع ولو على مطلب واحد مشترك نناضل من أجله سويا. لكن هذا لا يعني أننا نريد أن ننسخ من أنفسنا نقابات متعددة، نصبحوا لفوتوكوبي يعني نتاع نقابات نفكروا كيف. الاختلاف رحمة، يبقى في التفكير في وجهات النظر في المواقف، لكن باحترام الميثاق الذي أمضيناه مع هذه النقابات. كلما تم احترام هذا الميثاق الشرف، كلما ارتقينا بنضج كبير للعمل النقابي يكون إن شاء الله في مستوى الطموح والتطلعات. هذا يجرني إلى التذكير بالمطالب العالقة التي تحتاج إلى تحقيق. هي ملفات حقيقة مهمة وهامة كبيرة كبر قطاع التربية. أذكر منها على الخصوص ملف ما بقي عالقا من مطالب الملف القانون الخاص وما فيه من إجحاف لأسلاك كثيرة، من جر عن تطبيقات ما تم الاتفاق عليه في المحضر المشترك بيننا وبين الوظيفة العمومية باسم الحكومة الجزائرية، وعلى رأسها قضية الأثر المالي بتاريخ رجعي من 3 جوان 2012. إذا كانت ولاية الأغواط ولاية محظوظة، يعني تحركتم في الوقت المناسب ونالوا الزملاء والزميلات هذا الحق، فكثير من الولايات لم تنل هذا الحق، وربما بهذا التراجع سيطالبوننا باسترجاع هذه الأموال. لكن نقولها هيهات، هذا حق مكتسب لن نتراجع عنه، لن نتنازل عنه، وإذا حققناه بالحوار ذلك ما نأمل، وإذا لم يتحقق في إطار الحوار الهادي نقول أن وزارة التربية ومن ثم اللجنة الحكومية المختصة قد أعطت الضوء الأخضر لبداية الحركات الاحتجاجية، وما هذا الوقت الذي أعطيناه إلا مهلة كافية من أجل استرجاع على الأقل هذا الحق المسلوب وغيره مما هو موجود في المحاضر المشتركة، دون أن ننسى ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ملف الجنوب وقد تكلم عليه أخي يحيى، وخاصة فيما يتعلق بمنح المناطق والامتياز الذي أردناه أن يعمم على بقية الأسلاك التي لم تنل هذا الحق، دون أن ننسى قضية موظف المصالح الاقتصادية، هذه الفئة التي هضمت حقوقها كثيرا فأبوا إلا أن يشمروا على سواعد الجد، فدخلوا في حركة احتجاجية لم تشهدها الوظيفة العمومية من حيث المدة، وصلت إلى 103 يوم إضراب. نحن لا نفتخر بطول المدة، بل نقول هذا ناتج عن سوء تسيير هذا الملف، لأن موظف المصالح الاقتصادية لا يدرسون التلاميذ، لكن يعني هناك احتقار لهذا الملف ولهذه الفئة، لكن هم فعلا رفعوا التحدي بأنفسهم على قلة
تعدادهم 14400 على المستوى الوطني، ماذا يمثلون بالنسبة للمعلمين والأساتذة الذين تعدوا 370,000 موظف؟ ماذا تمثل هذه الفئة التي بقيت في الأخير بتعداد ما يناهز 3000 مضرب واقف إلى آخر لحظة؟ بقيت 16 ولاية فيها الإضراب 100% تقريبا، يعني من 90 إلى 100%، شامخة. أعطونا درسا في النضال، كلما تنقلوا كلما مس عن طريق التهديد والوعيد والتوقيفات أحد من زملائهم إلا لبوا النداء واجتمعوا واعتصموا في تلك الولاية منددين مستنكرين هذا الفعل، فأظهروا أنفسهم في الميدان وكأنهم 370,000 موظف، لأنهم كانوا كتلة واحدة. تحية خاصة لهذه الفئة على هذا النضال والاستمرارية. وبفضل نضالهم ومشاركتنا في المفاوضات، اللجنة التي ستعكف على البحث في هذا الملف خاصة المنحة البديلة عن المنحة البيداغوجية قد نصبت وستبدأ أعمالها يوم الأحد، يعني غدا بحول الله. صحيح أننا احتجاجا على عدم تطبيق وزارة التربية الوطنية لما ورد في المحضر المشترك انسحبنا من حفل التنصيب، لأن الشيء المكتوب في المحضر وباتفاق مع وزارة التربية أن اللجنة التقنية مكونة من الاتحاد الوطني ونقابة الفنتيو ووزارة التربية، لكن وزارة التربية استدعت نقابة أخرى وهم زملاؤنا في النضال، لكن نحن قلنا لسنا ضد أي نقابة، وإذا كان ولا بد من فتحها نفتحها لكل النقابات، أما بالمشورة معنا، أما أن يفتح بهذا الشكل فهو عفس في البداية عن طريق المحضر، لكن لن نغيب عن العمل التقني، وزملائنا المكلفين بهذا الملف سيلتحقون. هذا تطمين بالنسبة للزملاء ربما الذين تابعوا باهتمام انسحابنا من عملية التنصيب. على كل النضال يبقى مستمر، لأن مشاكل قطاع التربية كثيرة ومتعددة، دون أن ننسى أهم هاجس لكل مربي في المدرسة الجزائرية، ألا وهو رفع مستوى التعليم، تعليم ذو نوعية. نريد أن نخرج من هذه المشاكل التي فعلا تعطلنا وتضرب في مردود، يعني تنقص من مردود زملاء وزميلات رجال التربية من أجل رفع التحدي. لا بد أن نهتم بالتعليم في الجزائر ليكون في مستوى التحدي، لأنه بالتعليم النوعي نكسب التكنولوجيا التي اليوم نحن في أحوج ما نكون إليها كأمة كجزائر، لأن مفرزة إعطاء الشهادات من خلال يعني الجامعة، يعني كمنظومة تعليمية ككل، نحن لازلنا ندور في قشور العلوم، على الرغم من أنه بعد تغير يعني كيفية تدريس في التربية بشكل عام عبر العالم، لكن حتى طريقة التدريس بالمضامين أعطت رجال ونساء في المستوى هم اليوم من خير ما يعطون في الجامعات العالمية. المدرسة الجزائرية لو يعطى لها الإمكانات من جهة وتتغير ظروف التمدرس الحالية سيرفع التحدي، وهذه لابد أن تكون من صميم اهتمامات كلنا جميعنا من أجل تحقيق هذه القفزة النوعية في قطاع التربية. نعود بالشكر الكبير للمكتب الولائي على مواصلة النضال، وقد شاركنا وأشرفنا في 2007 في جويليا من 2007 على 2008 بالنسبة للمؤتمر السابق، واليوم نعيش هذه المحطة. نشكرهم على المجهودات التي بذلوها، كما نتمنى لهذه الجمعية العامة أن تخرج بتجدد الدم في قياداتها، سواء في المكتب الولائي في المجلس الولائي وقطاع التربية في الأغواط، كما هو في كل الجزائر، يزخر بطاقات شابة، بطاقات طموحة تريد أن تأخذ بزمام العمل النقابي النزيه، العمل النقابي
الذي فيه تطوع مبني على أساس تطوع، مبني على أساس تضحية وصبر. أملنا أن يفضي هذه الجمعية العامة تفضي إلى تجديد دم وإلى قيادة إن شاء الله تكون في مستوى طموحات الزملاء والزميلات في الأغواط، وتواصل مسيرة النضال التي هي مستمرة، والنضال دوام واستمرار، وتؤخذ الدنيا غلابا. هذا في بلادنا وفي كل العالم الثالث. أملنا كبير في أن يكلل مؤتمرنا هذا إن شاء الله بالنجاح. تمنياتنا لكم بكل التوفيق. شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.